اهلا بيكم فيديو جديد. في الفيديو ده عايزين نتكلم مع بعض عن قد ايه انت محتاج من الوقت عشان تتقن اللغه الالمانيه. معظم الناس لما بتبدا تتعلم لغه جديده بتفكر ان هو رقم ثابت 3 شهور 6 شهور سنه وخلاص، لكن الحقيقه ان المده دي مش رقم ثابت، بتختلف على عوامل مختلفه ومش كل الناس بتوصل لنفس النتيجه في نفس الوقت. لا اول مره نتقابل، اهلا، انا اسمي محمد ابو زيد، انا مصري عايش وبشتغل في المانيا بقالي حوالي 6 سنين وبتكلم الماني بقالي حوالي 8 سنين. في الفيديو ده هنقسم مع بعض المراحل بتاعه اللغه، كل مرحله بتحتاج وقت قد ايه العوامل اللي انت ممكن تركز عليها علشان تتعلم لغه اسرع وتنجز يعني ببساطه عشان توصل للمستوى اللي انت عايزه، سواء عشان تشتغل او تسافر. انا لما فكرت اتعلم الماني كنت فاكر ان الموضوع يعني سهل وواضح، بتاخد شويه كورسات بتخلص فيهم مستوى ورا التاني وبعد كام شهر هلاقي نفسي بتكلم الماني كويس. بعد ما قطعت الرحله دي اقدر اقول لك ان المده اللي انت بتحتاجها علشان تتقن فيها اللغه بتختلف على حسب شويه عوامل. لو فهمت العوامل دي كويس هتعرف تتحكم في اغلبها وعلى اساسه هتوصل لهدفك من اللغه اسرع، وده اللي احنا هنركز عليه في الفيديو ده علشان تنجز يعني لو انت بادئ تتعلم اللغه. لو انت ما بتعرفش في الالماني زيه زي معظم اللغات الاجنبيه متقسمه مستوياتها على حسب حاجه اسمها الاطار الاوروبي، ده من A1 ل C2، A1 A2 B1 B2 وهكذا لحد C2. A1 ده المستوى الاول خالص مبتدئ تماما، B2 ده مستوى مهم علشان ده اللي بيقول ان انت بتعرف تتكلم بعمق في اللغه، سواء مثلا في الشغل او انت رايح تدرس في حاجه. فهي شهاده B2 دي المستوى اللي معظم الناس تبقى عايز توصل له عشان تقول انا بتكلم الماني او بتكلم اللغه الاجنبيه دي. لو انت بدات تتعلم اللغه ففي المتوسط لو انت بتذاكر كل يوم ساعتين 3 باستمرار، يعني مثلا 5 ايام في الاسبوع وفي يومين مثلا بتكسل ما بتذاكرش فيهم، فانت هتحتاج في كل مستوى دول حوالي 3 شهور علشان تكون خلصت مستوى. ده معناه ان في المتوسط لو انت مركز وبتذاكر كل يوم ساعتين 3 زي ما احنا قلنا، فانت في خلال سنه لسنه وشويه المفروض توصل لمستوى B2. توصل مستوى معناه ان انت ذاكرت لوحدك او خدت كورسات في المستوى ده، بعد عرفت تمتحن شهاده بتقول ان انت تتقن المستوى الفلاني، سواء مثلا جوتا او تلك او الشهادات المعتمده المعروفه اللي انت تبقى عايز تقدمها في اي مكان لو انت عايز تسافر بره. المستويات دي بتختلف في الصعوبه، يعني مثلا المستوى الاول ده يعتبر ان هو اسهل مستوى، تاني مستوى ده فيه مثلا قواعد جرامر كتير فانت بتحتاج ان انت تقعد تركز فيه شويه علشان يبقى عندك اساسيات كويسه في الجرامر تبني بقى عليها بعد كده. المستوى الثالث ممكن يبقى شبه المستوى الثاني، بس المستوى الرابع اصعب منهم كلهم علشان يعني اتقل شويه او في نقله نوعيه، بتعرف ان انت تحفظ فيه مفردات كتير وتعبيرات كتير بتخليك ان انت تتكلم فعلا بطلاقه اكتر، عشان في المستوى الرابع هتكون انت بقيت فعلا بتتكلم يعني الماني بقدر كبير. على النقيض بقى تجربتي او تجربه معظم الناس اللي بتتعلم اللغه من الصفر، هتلاقي ان مثلا اول مستوى في اللغه ده اكتر مستوى ممكن الناس بتقضي فيه وقت طويل ان هي تتعلمه، عشان توصل تبقى مش عارف الكلام على ايه، مش عارف تذاكر لوحدك ازاي. معظمنا ما بيتعلمش لغه اجنبيه يعني من الصفر كده لوحده، عشان كده اهم عامل عايزين نتكلم فيه هو جوده المصادر او الخطه اللي انت ماشي بتذاكر عليها. لو انت عندك خطه واضحه للمذاكره فهيأثر عليك وقت طويل في المذاكره، مش هتقعد تايه كتير مثلا في وسط الكتب والمصادر المختلفه. لو انت عارف تجمع المفردات ازاي علشان تذاكر القواعد، دي حاجه تانية هتأثر برضو عليك مثلا وقت كبير ان انت تعرف انت تحفظ وتطبق، وبعد كده هتلاقي نفسك ماشي في اللغه اسرع. على فكره لو انت عايز تتعلم الماني ومش عارف تبدا ازاي، انا عملت فيديو فيه شرح مفصل ازاي ان انت تتعلم الماني لوحدك بالمصادر والتفاصيل، هحطه تحت هنا في صندوق الوصف. وده جبنا العامل اللي بعده، لو انت عندك خطه مذاكره سواء انت ماشي مع كورس او بتذاكر لوحدك وخلاص عارف انا هذاكر ازاي تستثمر وقتك بشكل احسن عشان تتعلم اللغه او توصل للمستوى اللي انت عايز توصل له بشكل اسرع. لو انت في المتوسط بتذاكر مثلا 3 ساعات كل يوم، ممكن تخلص مستوى مطلوب من اللغه مثلا في سنه او سنه ونص، بس ده مش في معظم الاحيان اللي بيحصل. معظمنا مش فاضي وهو بيتعلم اللغه. لو انت مثلا طالب سواء في الجامعه او بتدرس لسه في المدرسه او انت حتى بتشتغل، فان انت تتعلم لغه من الصفر دي حاجه انت بتعملها جنب عملك الاساسي. عشان كده معظمنا ما بيعرفش ان هو يفضل ماشي مستمر على النظام ده، ان هو كل يوم بلا انقطاع لمده سنه بيذاكر مثلا ساعتين 3. ما بتحصلش في معظم الاحيان، ولكن الموضوع بيبقى زي كده سباق السبرنت بتاع الجري، اللي هو انت بتقعد مثلا تذاكر فتره كبيره تضغط فيها على نفسك تخلص مستوى، وبعد كده ممكن تضغط بعد كده فتره فتذاكر اقل. محدش فينا بيعرف يفضل ماشي على الفتره بتاعت ان هو بيجري كده سباق سريع او بيعمل عمل يعني متواصل في ضغط من الوقت جنب يعني حياته او الحاجات اللي هو شغلها تانية سواء شغل او دراسه لمده سنه او سنه ونص. عشان كده انا لما كنت بتعلم الماني كنت بقعد استغل الفترات اللي ممكن ما اكونش عندي فيها دراسه، انا كنت وقتها لسه بدرس في الكليه، واقعد اركز فيها ان انا اخلص جزء اكبر في الوقت اللي عندي فيه وقت اقدر استثمر فيه في اللغه عشان اخلص لحد المستوى الفلاني، وبعد كده ممكن مثلا اخش في امتحانات او دراسه زياده، فممكن انسى شويه اللغه، ابقى عارف ان انا يعني الدنيا وقعت مني شويه، بنسى شويه حاجات، بس انا عارف ان انا ممكن اخلص الفتره دي شهر شهرين دول وبعد كده ارجع الم تاني. وفي الاخر الموضوع تراكمي، مش لازم تضغط على نفسك او تحس ان انت اوكي انا فاشل، انا موضوع اللغه ده مثلا مش هعرف اخلصه عشان كل شويه انا بقطع ومش ماشي على استمراريه على طول.
طول. لو انت عندك هدف، وخصوصا لو انت مش عايش في المانيا او دوله بتتكلم الماني وعايز تسافر او تشتغل مثلا باللغه الالمانيه، فانت محتاج ان انت يكون معاك الاول الشهاده. طبعا ان انت تكون بتتكلم الماني ده حاجه مهمه، الشهاده برده مهمه، بس انت تعمل كل اللي تقدر عليه ان انت توصل للهدف بتاعك. ولو انت بتقع شويه في اللغه، اعمل اللي تقدر عليه ان انت تفضل مع اللغه، ولو قعدت مش مشكله، يعني مثلا شهر شهرين تاني مش بتذاكر كويس، ارجع لم تاني الحاجات اللي كانت فايتاك وخش على المستوى اللي بعده، وهكذا لو وصلت للمستوى اللي انت عايز تمتحن فيه عشان تاخد شهاده، اللي هو مثلا في الحاله دي مستوى الرابع ب2. اول ما توصل المستوى دوت في المذاكره اللي هو الكتب بتاعه المستويات، خلص المستوى، ابدا ركز جدا على تحضير الامتحان اللي انت هتخشه، سواء مثلا امتحان تلك او امتحان جوتا. اقعد حضر له مثلا شهر ونص، عشان الامتحان في نفسه ده صعب بيحتاج وقت. بعد ما تاخد الشهاده يبقى عندك ثقه في نفسك ان انت انا عملت حاجه، انا وقفت على رجلي وبقى معايا شهاده بتقول ان انا متقن مستوى معين. واعمل اللي تقدر عليه عشان تمارس اللغه وانت مش في البلد الام اللي بتتكلم اللغه دي، لحد ما ربنا يكرمك ان شاء الله وتسافر مثلا المانيا لو ده هدفك، فساعتها هتبقى قادر ان انت تمارس اللغه بشكل اوسع. ده جبنا العامل اللي بعده هو ممارسه اللغه. الموضوع ده ما اخبيش عليك من اصعب الحاجات اللي انت ممكن تكون مضطر تعملها لو انت بتتعلم لغه اجنبيه من الصفر ومش عايش في البلد اللي بتتكلم اللغه دي. لو انت عايش في المانيا فالموضوع اسهل بكتير. انت ممكن تروح اي مكتبه عامه، هتلاقي ان هم بينظموا اسبوعيا مجموعات علشان الناس تمارس اللغه. بيبقى في حد الماني غالبا، او يعني مش لازم يكون مدرس، ممكن يبقى حد متطوع بس هو بيتكلم اللغه الام. وفي ناس بتحاول تتعلم الماني بمستويات مختلفه، بيقعدوا مع بعض مثلا ساعه في الاسبوع او مرتين في الاسبوع وبيقعدوا يمارسوا اللغه. ده على افتراض طبعا انت مش بتشتغل في مكان الناس كلها فيه بتتكلم الماني، فانت هتبقى طول النهار مثلا بتروح تقعد 8 9 ساعات تتكلم مع ناس الماني. لو مش ده الوضع، فانت مضطر ان انت تغمر نفسك باللغه على قد ما تقدر، ان انت تشوف حد بيتكلم الماني مثلا في مصر او في بلدك الام، تحاول تتكلم معاه، تتكلم مع نفسك، تتكلم مع الذكاء الاصطناعي. انا عملت فيديو على فكره فيه بشرح ان ازاي ان انت تحاول ان انت تمارس اللغه على قد ما تقدر. شات جي بي تي دلوقتي على الموبايل ممكن تتكلم معاه، او تحاول تشوف ابلكيشنز اللي بتعمل تاندم او تبادل لغوي، ان انت تتكلم مع حد اللغه بتاعته لمده نص ساعه لو بيتكلم عربي مثلا، في مقابل ان انت تتكلم نص ساعه ثانيه الماني. دي الممارسه الفعليه بتاعت اللغه. اي لغه اجنبيه عامله زي الجيم، انت مضطر ان انت تقعد تتكلم كتير كتير ومش بتحس بتقدم كل يوم، بس بعد مثلا شهر شهرين انت تعمل نفس التمارين دي فهتلاقي ان الدنيا بقت مختلفه معاك. الخلاصه مفيش رقم سحري. انا شايف شخصيا ان سنه او سنه ونص دي كافيه لو انت مركز في اللغه ان انت توصل للمستوى الرابع، وبعد كده تبقى تنمي نفسك بعد ما تاخد الشهاده اللي انت محتاج ان انت توصل بعد كده مستوى C1 لو انت محتاج ان انت توصل له، سواء عشان مثلا تدرس في جامعه هنا او تشتغل. في ناس تكتب تجربه على النت ان هي انا اتعلمت الماني 3 شهور او 6 شهور وبعد كده بقى معايا شهاده B2. يعني بصراحه ما بصدقش الحاجات دي قوي ان هو حد فعلا بيتكلم الماني، الا هو يعني حد عبقري او عايش في المانيا. بس بنتكلم على الشخص العادي اللي هو بيتعلم لغه من الصفر، فبالتالي سنه دي مده كافيه ان هو حد يتعلم فيها اللغه. في الاخر الموضوع مش سبق، المهم ان انت توصل للهدف اللي انت عايزه. اللغه في الاخر دي وسيله وليست غايه. لو انت بتتعلم الماني فانا اتمنى لك كل التوفيق. ممكن تقول لي في الكومنتات لو الفيديو عجبك او عندك افكار لفيديوهات تانية. ممكن تشترك في القناه عشان تشوف الفيديوهات الجايه. بس اشوفكم فيديو جديد.